فيديو أسك من آية زكريا أخت مسلم وطليقته يارا. بني آدمة قذرة والله، سيبك منها بلا قرف، كلها فيك. وانتي إنسانة محترمة جدا والله، أنا فعلا في حالي بس باين عكس، معرفش ليه. حابة أقولك إن طالع معاكي حق بجد، شابوه ليكي بجد، ربنا يعوضكم خير. حطيت نفسي مكانك ولقيت إني مكنتش هوافق أخلي أخويا يتجوزها، كنت عملت المستحيل. للأسف عشان الناس عندهم عقد نفسية من إخوات الزوج، مفكرين إن كلهم صعبين. بس وكلي أمرك لربك، ليها يوم برضو. دي بقى اللي بتكلم فيها، وعمري ما كدبت إحساسي للحظة إن كل واحدة مريضة عندها مشكلة مع أخت زوجها. وتكملت البوست طبعا زي ما انتوا شايفين. بجد ما عدتيش تعبريها والله، هي عاوزة توري الناس أوحش ما فيكي، وهي بتضرب من تحت لتحت. أنا بقى بضرب وبحقايق وكل إثبات، الحمد لله. خدي بالك بتوقعك تاني في غلط، عارفة أنا الشخصيات اللي بتضرب وتلاقي. نفسي الناس تفهم إنك لو شرشوحة كنتي شتمتي كل اللي شتمك وغلط فيكي. من وقت الفرح وأنا مصدقاكي، معرفش ليه. وبتحرق قوي لما حد مفيش مقارنة بين اللي في الأول والأخيرة دي، هم أخلاق واحترام وحجاب وأصل. هي بتقول ان انتي فاتحه الاسك وبتكتبي لنفسك، لا احنا بنحب آية. ربنا يهدي اخوكي ويعرف انها ضحك عليهم نسياه اهله. ربنا يحفظك ويبعد عنك اي حاجه وحشه. اللهم امين يا رب. انا بحبك جدا بجد، وكنت بتضايق لما الاقي اي حد يتكلم عنك وبتتريق على شكلك انتي، وربنا اموره كلنا بنتبدل وشكلنا بيتغير، بس في فرق بين واحده قررت تعيش للكاس والمخدرات، وواحده عاشت وخلفت وشكلها اتغير لأم. طبعا هنا يارا منزله ستوري ليها، حد بيقول لها يا لهوي يا يارا، ما جيتيش جنبها ولا بتعبريها، نزلتي بس الموبايل، اتجننت وشتايم وقله ادب، دي مريضه بجد بيكي. فهي يارا بتقول لها ايوه، نار نار نار. وهنا بتقول لها يا وجع الايفون بجد يعني. هنا حد بيقول لها يارا ارجعي، المسلم والله العظيم بيحبك وطيب قوي، والدنيا جاية عليه، ارجعوا لبعض واتحدوا العالم، انتم بينكوا حب كبير. قالت لها والله يا حبيبة قلبي، هو نصيب، ولو ربنا رايد ان يكون في بينا عشرة تاني، عمر ما حد هيفكر يمنع ده، النصيب ابدا. والموضوع كبر بين اهلي ومسلم، وده اللي نزله مسلم بجد، هو يمكن اكتر حد زعلان علشانه، لان هو في وضع صعب جدا ما بين اهله وما بين طليقته، وكمان يعني هو مش عارف يعمل ايه، لا اخته راضية تسكت ولا طليقته.